السلام عليكم. خير ما نبدأ به الكلام، والصلاة والسلام على خير الأنام. بزاف الناس كيسولوني واش الإبزار فعلا كيدير الحجر في المرارة ولا هادشي غير خرافة. اليوم كباحث غنعطيكم الجواب العلمي الصادم بأبسط طريقة ممكن. غنفهموا علاش نظام الطيبات منع الإبزار أو ما يعرف بالفلفل الأسود، وكيفاش هاد التوابل البسيطة تقدر تكون هي السبب في المغص الحاد اللي كيشدك جنبك ديال اليمين. ركزوا معايا. تخيل معايا المرارة هي بحال واحد النبولة أو كيس صغير مخزن فيه الجسم واحد السائل يعرفو بالصفراء، كيدوب الدهون. ملي كتاكل هاد الكيس خصو يتعصر غير بشوية باش ينزل هاد السائل. الإبزار فيه واحد المادة سميتها بيبراين. هاد المادة كتعطي بحال صدمة كهربائية للمرارة وكتخليها تتعصر بالجاد فوق القياس. إلا كان عندك وراثيا أو بسبب الماكلة القديمة شوية د الرملة أو حجر صغير مخبي وسط المرارة وما حسيتيش بيه، هاد العصرة المجادة ديال الإبزار كتحرك هداك الحجر وكتخليه يتخنق في العرق. تما كتوقع الكارثة وكتشدك الضربة ديال المرارة للسبيطار. وهاد الشي ما تعرفوه غير واحد المجموعة ديال الناس اللي تيقولوا لهم عندكم العرق فيه الحجر. هذا من الجهة ديال المرارة. اجي نمشيو للمصران. هاد المادة ديال البيبرين بحال شي مفتاح كيفتح البوابات ديال المصارن بالسيف عليه. هاد البوابات ربي خلقها مسدودة بإتقان. ملي كتفتح بالقوة بسبب الإبزار، المصران كيولي مثقوب علميا بما يعرف بتسرب الأمعاء أي اللي كيقايد. السموم وبقايا الماكلة كدوز نيشان للدم وتمشي تخنق الكبد اللي هو المحرك الأساسي ديال صحتك وبناء العضلات ديالك. يعني الإبزار كيجرح المصران من جهة وكيحرك الحجر اللي في المرارة من جهة أخرى. بصفتي باحث أنا هنا ماشي باش نحرمك، بل باش نضوي لك الطريق ونعطيك الهندسة ديال الخلايا اللي لداخل ديالك في الجهاز الهضمي. أول حاجة ريح الكبدة ديالك والمرارة ديالك وخلي الجسم ديالك ديما في ضبط المصنع أي default setting. أما باش غنعوضوا الإبزار هذه غادي نخليوها لفيديو جديد، والسلام عليكم.